قبل 5 سنوات تعاقد مانشستر سيتي مع النجم الجزائري رياض محرز قادما من ليستر سيتي. وقبل 5 سنوات حط الدوري وصفه الجميع بالتاريخي لثعالب ليستر، وهو الذي كان أحد أبرز الركائز المساهمة في تحقيق هذا الإنجاز. أفضل لاعب في البريمير ليج آنذاك وصل إلى تشكيلة غوارديولا بخطى وثقة ثابتة، وعينه على تقديم الأفضل ومواصلة المشوار لحصد المزيد من الألقاب. رياض شق طريقه بنجاح في تشكيلة مدججة بالنجوم، ونجح في كتابة اسمه كواحد من أبرز اللاعبين في كتيبة الأزرق السماوي. سياسة المداورة التي ينتهجها المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا جعلت رياض يغيب عن مباريات ويشارك في أخرى، غير أنه كان يثبت في كل مرة أنه قادر على تقديم الإضافة والمساهمة في حصد الألقاب المحلية والقارية. رياض مع السيتي بات أفضل ممرر إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي ممتاز بعدما كسر رقم الإيفواري ديدي دروغبا، كما بات أول لاعب إفريقي وعربي يتوج بلقب البريمير ليج 5 مرات في إنجاز غير مسبوق. صاحب 32 عاما، وحتى وإن لم يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنه ساهم في وصول فريقه إلى المشهد الختامي بأهدافه في مسيرته الرائعة في ملاعب كرة القدم.